ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل القمر ده، هنتعلمه ازاي نعمله مع بعض. في الحقيقه الفستان ده انا واخداه من قناه اسمها فاتن فؤاد. بس علشان للامانه وعلشان نعطي كل ذي حق حقه، هو عجبني بصراحه والوانه رقيقه وطريقته سهله جدا. فانا حبيت انفذه لكم بالطريقه اللي هي عاملاها. تمام، فيا رب يعجبكم، سهل جدا وجميل جدا وغرزه سهله. هنبتدي نتعلم مع بعض ونشوف هنعمله ازاي خطوه بخطوه. طيب، علشان نعمل الفستان ده حبايبي هنشوف الادوات بتاعتنا ايه. عندنا هنا في الاول خيط قطن، طبعا عشان هو صيفي هنشتغل بخيط قطن. انا بشتغل باليزا ديفا، حلو جدا في الشغل. وده برضو كان اليزا ديفا، بس كان عندي برايت لون ابيض، فقلت اشتغل بيه بدل ما اشتري يعني واحده وانا عندي. بس يستحسن طبعا ان كله يبقى نوع واحد. عندنا هنا ماركر 4 و4 زراير علشان الصدر والمازوره بتاعتي، عندي هنا ابرتين، واحده مقاس 2 وواحده مقاس 2.5. هشتغل بدي الصدر وهشتغل بدي الجيبه بتاعت الفستان. وعندي هنا ركامه اللي هزين بيها الصدر، اي ركامه بيبقى شكلها ظريف، اصلا احنا هنعملها كسر على الصدر فهيبقى شكلها حلو. بس دي الادوات اللي عندي، ويلا نبتدي على بركه الله. نبتدي البدايه بتاعتنا، هنعمل الصدر باللون الاساسي بتاعنا. بنعمل غرزة البداية ايا كان بقى بالطريقة اللي هتعمليها براحتك، ملهاش يعني طريقة معينة. بنبتدي نعمل عدد من السلاسل. العدد من السلاسل ده يا دوبك يعني اشوف كده يدخل راس البيبي اللي هو الدوران بتاع الرقبة. احنا اولا هنعمل الصدر مربع، تمام؟ فهنبتدي نعمل عدد من السلاسل. هخلص السلاسل وهنشوف مع بعض هيطلعوا كام كده. 1 2 3. هنا حبيبي انا عملت 64 غرزة سلسلة. هنقيسهم مع بعض ونشوفهم هيطلعوا كام سنتي، عشان لو بتشتغلي بخيط مختلف تعرفي هيطلع معاكي قد ايه. تمام، هنا بسم الله اهو طلع معايا 26 سنتي ونص اهو. فردت السلسلة على المازورة طلع 26 سنتي ونص. مش لازم يطلع معاكي نفس المقاس، ممكن يبقى اقل شوية مش مشكلة. المهم عدد الغرز معايا 64 غرزة بالخيط الرفيع ده، مش بالخيط السميك، لان لو بخيط سميك هيختلف عدد الغرز. تمام. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ انا مش هقسم دلوقتي. حابين نعمل في الاول دور كده بيبقى شكله حلو في الرقبة في تزيين الاطراف. بنرتفع سلسلة، وعندي السلسلة اهي بنقلب الشغل وبنشتغل دور حشو في الخيط اللي مايل في الظهر. شايفة اهو هنشتغل في الخيط اللي مايل في الظهر ده غرز حشو عادية خالص اهي. السلسلة عندي معدولة اهي، هقلبها في عندي اهي فتلة نايمة اهي، دي اللي هدخل فيها اهو بالشكل ده. هقلب السلسلة، بصي السلسلة اللي عليها الدور عشان ما تفوتيش سلسلة والعدد ينقص منك. بنلف السلسلة اهي معدولة قدامي، بلفها على الظهر اهو بالشكل ده، وبدخل في الخيط اللي هو اللي نايم بالعرض ده اهي. هسحب الخيط وهعمل حشو. هبتدي امشي على السطر كله بالطريقه دي، وفي الاخر عد معايا لازم يبقى معايا 64 غرزه. هنا خلاص انا بقى معايا 64 غرزه حشو. هنبتدي في الفتره دي بقى، في المرحله دي هنقسم الرقبه. عندنا السطر ده هنقسمه بحيث يدينا شكل المربع، هنقسمه بطريقه سهله جدا. احنا هنا لازم طبعا يبقى معايا ورقه وقلم عشان احسب. عندنا هنا قلنا 64 غرزة، تمام؟ اللي عندنا 64 غرزة هنعمل ايه؟ هنقول هنقسم على 4.5. تمام؟ طلع معايا 14 وكسور، هنعتبرهم 14. تمام؟ فهناخد ال 14 دي. عندي مثلا الصدر هنا ده الظهر اهو، ودي الاكمام، والصدر هيبقى مفتوح من يعني الصدر مقسوم 2 هيبقى مفتوح من قدام كده. تمام؟ فهناخد ال 14 دي هنخليها للاكمام اهي، 14 و14. تمام؟ عندنا هنا العدد الكلي 64. تمام؟ اخدنا منهم يعتبر 28 علشان ايه؟ 14 و14 28، فهنطرحهم من الاساسي اللي هو 28. هنقول اهو 64 ناقص 28 هيطلع لنا 36 غرزة اهو. 36. ال 36 دي بقى المفروض هنقسمها ما بين ايه؟
الظهر وما بين الصدر. تمام. فلو قسمنا 36 على الاتنين هيديني 18. تمام. يعني المفروض هنا 18 وهنا 18. اوكي. فهنعمل هنا 18، هنا الصدر بقى مقسوم 2 فهنقسم ال 18 على 2 فهيبقى هنا 9 وهنا 9. تمام كده. طريقة سهلة جدا، وامشي معايا زي ما انا ماشية كده هيطلع معاكي ان شاء الله مظبوط. تمام. يبقى احنا قسمنا ال 64، اخدنا منهم 14 للكمام هنا و14 للكمام هنا. تمام. والظهر والصدر هنا 18 وهنا 18. قسمنا ال 18 دي عشان الصدر مقسوم عندنا 2 جنب يمين وجنب شمال، عشان الصدر عندي مفتوح من قدام مش من ورا، في الموديل ده مفتوح من قدام. تمام. هنبتدي بقى بعد كده نبتدي الشغل ونقسم بقى واحنا شغالين ونشوف هنقسم ازاي. انا هنا بنات هشتغل بغرزة عمود عادية خالص. تمام. بس هرتفع 2 سلسلة. تمام. هبتدي اعد في الاول. انا بقى بصي همشي ازاي، همشي كده 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 كده، همشي بعمل مربع يعني. فهنعمل الاول التسع غرز دول وبعدهم احط ماركر. ماشي. يعني هبدأ اعمل واشتغل عادي بقى في الغرزة نفسها. ماشي. عمود بلفة عادي. ادي اول غرزة، 1 2 3 4 5 6 7 8. هاجي في التاسعة دي واحط ماركر اهو. هحط ماركر في الاول يا بنات علشان ما نتلخبطش. طب هعد واحط لك الماركر وبعد كده نكمل شغل. ماشي. حطيت في التاسعة خلاص. بعد كده هعد المفروض 14. نعد 14 ونحط ماركر بقى. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. هنحط ماركر في رقم 14. ده جزء اول الصدر وده جزء ايه اول كم. بعد كده عندي 18 اللي هو الظهر، فهعد 18 واحط ماركر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. هحط ماركر. اوكي. بعد كده هنعمل 14 بتاع الكم التاني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اهو يا بنات. والمفروض يبقى عندي 9 هنا زي التسعة الاولانيين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اهو. عشان كده بقولك لازم تعدي الغرز يبقوا معاكي 64 غرزة مظبوط عشان تطلع التقسيمة معاكي مظبوطة. تمام. هنشتغل بقى. احنا هنا جينا المفروض جينا عند اول ماركر. هنعمل ايه؟ هنشيل الماركر وهنعمل مكان الماركر عمود وسلسلة في الهوا كده. تمام. ونروح للي بعدها على طول ونعمل نشتغل عادي اهو. يبقى انا كل اللي بعمله ان انا باجي عند الماركر بشتغل مكانه عمود وسلسله وخلاص واكمل، عشان الفراغ ده اللي هنعمل فيه التزايد. فاهماني ازاي؟ فهنبتدي نشتغل اعمده عاديه لحد ما نوصل للماركر التاني، وهعمل في نفس المكان اللي كان فيه الماركر عمود وسلسله، وهروح اشتغل عادي في العمود اللي بعده اعمده عاديه لحد ما اوصل للماركر التاني. هشيله وهعمل عمود وسلسله لحد ما اخلص اخر ماركر عندي اللي هو ده. وصلت هنا للماركر رقم 3. بشيل الماركر بتاعي وبشتغل مكان الماركر عمود وسلسله واشتغل عادي في اللي بعده عمود، واكمل اعمده عاديه لحد ما اوصل
للماركر اللي هو بتاع اخر ماركر اللي هو بتاع ايه بداية الكم التاني ده. هعمل نفس الحكاية برضو، هشتغل هنا غرزة في الماركر عمود عادي، وبعدين غرزة سلسلة، واروح للي بعدها واشتغل عمود. انا بعمل ايه؟ بعمل فراغات عشان هشتغل فيها التزايد اللي هيديني الشكل المربع في الاخر. هخلص وارجع لكم. هنا يا بنات انا خلصت الدور كله اهو، وبقى عندي 4 فراغات اللي هشتغل فيها التزايد. تمام. بعد كده هرتفع 2 سلسلة وهدور الشغل، وهبتدي اشتغل فوق كل عمود عمود بلفة، اعمدة عادية بلفة خالص لحد ما نيجي نوصل للفراغ اللي احنا عاملينه. اهو بشتغل فوق العمود ده عمود، منساش ابدا ان انا اشتغل فيه، وبرده فوق العمود ده هشتغل، يعني هشتغل في العمودين وهشتغل جوه في الفراغ. هنشتغل في الفراغ 2 عمود، عمود ادي 2 وسلسلة و2 عمود في نفس المكان. تمام. وارجع اشتغل فوق العمود ده، ما انساهوش لانه بيبقى مخفي كده، ممكن ما اخدش بالي منه واروح للي بعده، لا عشان العدد يطلع مظبوط معايا. تمام. يبقى انا اشتغلت اعمده، فجيت عند العمود اللي في الفراغ اشتغلته، واشتغلت جوه 2 عمود وسلسله و2 عمود، وبشتغل على كل الاعمده بالشكل ده. اول ما اجي للفراغ ده برضو هشتغل على العمود ده، وهشتغل جوه 2 عمود وسلسله و2 عمود، واشتغل على العمود ده، وامشي الدور كله بالشكل ده. هنا خلصت الدور يا بنات، وبقى معايا بالشكل ده، اداني الشكل المربع اللي هشتغل عليه. تمام. السطر اللي بعد كده بنطلع برضو 2 سلسلة، وبندور الشغل، وبنبتدي نشتغل فوق كل عمود عمود لحد ما نوصل للزاوية، وهنشوف هنشتغل فيها ازاي. وصلنا هنا لأول زاوية عاملينها. اتفقنا ان احنا بنشتغل على كل الأعمدة، ما بنسيبش ولا عمود. فهنيجي عند بداية الصدفة اللي احنا عاملينها دي، ونشتغل فوق كل عمود عمود، وهنيجي جوه الفراغ ونشتغل برضو زي ما كنا شغالين زي الصدفة الأولانية، 2 عمود سلسلة 2 عمود. اهو بالشكل ده. وما ننساش زي ما قلنا فوق كل عمود هنشتغل عمود. اهو هشتغل بالشكل ده يا بنات لحد ما اوصل للصدفة دي، هعمل فيها برضو زاوية 2 عمود وسلسلة و2 عمود لحد ما اخلص الشغل كله. هكرر بقى الدور ده معايا. يعني هيبقى عندي من اللي هي فيها الصدفة دي هيبقى عندي 9 ادوار، بده يبقى عندي 10، يبقى عندي 10 ادوار كله بالبداية. تمام. هخلص وهنرجع نشوف هنعمل ايه بعد كده. هنا حبايبي انا خلصت، وصلت لحد هنا، لحد مقاس الكم اللي مطلوب. يعني يا دوبك الكم ده حلو جدا يدخل دراع، يعني حد من سن مواليد لسن سنة. تمام. عملت هنا 10 سطور، ما حسبتش السطر الحشو اللي عملناه في الاول، حسبت من اول العواميد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سطور. تمام. في السطر رقم 11 برتفع 2 سلسلة عادي، وبمشي برضو اعمدة عادية لحد ما بوصل للركن ده. تمام. بعمل ايه؟ بنزل اعمل فيه عمود عادي خالص بالشكل ده، واعمل 3 سلسلة 1 2 3. تمام كده. بروح للزاوية التانية اهي، وانزل فيها من هنا من فوق هنا، باخد لفة وبعمل عمود برضو في الفراغ اللي جوه ده، اضيق السلسلة شوية اهو، بعمل عمود. تمام. يبقى انا عملت عمود في اول الفراغ 3 سلسلة، وعمود في الفراغ ايه في الزاوية دي. تمام كده. بعد كده بمشي بقى في الظهر اعمدة عادية خالص فوق كل عمود عمود لحد ما بوصل للزاوية اللي جاية اهو. همشي بقى من فوق كل عمود عمود لحد ما بوصل للزاوية دي.
وصلت هنا للزاوية اللي بعدها وبنزل في الفراغ اعمل عمود و3 سلسلة، واروح للزاوية دي وهنزل فيها من فوق من هنا كده في الفراغ ده وهعمل عمود. بضيق الغرزة معايا عشان ما تبقاش واسعة، وبنزل هنا وهعمل عمود اهو. شايفين؟ يبقى انا ما بين كل زاوية وزاوية عملت هنا تحت الباط 3 سلسلة. هكمل فوق كل عمود عمود لاخر السطر. خلصت هنا الدور رقم 11 بارتفاع 2 سلسلة وبدور الشغل، وبشتغل برضو فوق كل عمود عمود لحد ما بوصل لل3 سلاسل دي، وهنشوف هنعمل ايه. وصلت هنا خلاص لل3 سلاسل، وبعمل برضو فوق كل عمود عمود. اهو بالشكل ده، وبكمل اعمدة عادي خالص فوق كل عمود عمود. هشتغل كده رايح جاي، وبرده ال3 سلاسل دول هعمل فوق كل عمود عمود. هشتغل كده رايح جاي لحد ما اعمل 3 سطور كمان من الاعمدة الجديدة دي اللي تحت الابط دي، هعمل سطرين كمان. هنا خلاص انا خلصت ال3 سطور اللي بعد القفلة اللي تحت الباط، وبقى بالشكل ده معايا. هبتدي بعد كده نعمل المرد. بنطلع من هنا، بنطلع سلسلة ارتفاع، وبنعمل على السطر ده كله في كل غرزة تقابلني بعمل غرزة حشو اهو بالشكل ده كده. بمشي الغرز كلها حشو عشان يبقى الشكل ايه منتظم معايا، ويبقى المرد شكله حلو. هبتدي هشتغل كله لاخر السطر حشو. بعد ما خلصت دور الحشو برتفع سلسلة، وبرجع تاني على نفس الغرز اعمل حشو. يعني انا بشتغل دلوقتي كده رايح جاي تمام كده. هشتغل لاخر السطر ونرجع نشوف هنعمل ايه. هنا خلاص انا خلصت السطر اللي راجع حشو، وبقى معايا بالشكل الجميل ده. بعد كده هروح على طول للجنب التاني مباشرة على طول، مش هعمل يعني غرز زيادة ولا اي حاجة. هروح على طول للجنب التاني ده، وبدخل في اول غرزة هنا اهو، ببتدي اعمل حشو. دي كده اول غرزة حشو معايا. ببتدي امشي برضو زي ما عملت في الجنب التاني على كل الغرزة، على كل الغرز، كل غرزة تقابلني بعمل فيها حشو، وارجع برضو زي ما عملت هنا رايح جاي هعمل هنا رايح جاي. وبعد ما عملت خلاص غرز الحشو على المرد، هبتدي بعد كده الخطوه اللي بعد كده ان انا اعمل العراوي. احدد مكان العراوي، ان انا بقسم، بشوف عندي المجموعه قد ايه واقسم على حسب عدد الزراير اللي عندي. يعني انا عندي 4 زراير وهنا عندي 27 غرزه، فانا هنقسم ازاي. هنعمل مثلا ادي 1 غرزه حشو، 2 3 4 تمام. بعد كده بعمل 2 سلسلة وبسيب غرزتين وبروح للتالتة واعمل حشو. يبقى انا سبت 4، عملت 4 حشو وسبت 2 وعملت قصادهم 2. هنعمل 1 2 3 4 5 واعمل 2 سلسلة وهسيب غرزتين وهاجي هنا واعمل حشو كده. 1 2 3 4 5 2 سلسلة، هسيب 2 واعمل حشو كمان. 1 2 3 4 وبقي عندي 3 غرز، فهعمل 2 وفي التالتة هعمل حشو. يعني انا عملت 4 هنا و4 هنا، قسمت بحيث يبقى مظبوط عندي توزيع الزراير ماشي. يعني انا عملت 4 غرز هنا و4 غرز هنا، وهنا ما بين العراوي عملت 5 غرز اهي بالشكل ده.
كده خلاص انا خلصت الصدر، بعمل سلسله امان وبنهي الشغل وبقصه. هنا حبايبي انا خلاص جيت لمرحله بقى تركيب الزراير. قصاد كل عروه هشوف بقى انا عامله العروه فين، قصاد كل عروه هركب بقى الزرار بتاعها. هو كان المفروض اجيب ابيض بس انا ما لقيتش ابيض، ما لقيتش غير الروز، شكله رقيق برده وحلو. هبتدي اشبكهم عادي خالص بالخيط والابره، بتشبكي ازرار عاديه خالص. هكمله وارجع لك عشان بس ما اطولش عليك الفيديو. هنا حبايبي خلصت صدر الفستان وركبت الازرار وبقى بالشكل الجميل ده. عايزه اقول لك ان من سن مواليد لسن قرب سنه تقريبا بيبقى محيط الصدر هنا حوالي 50 سنتي، فالمفروض دي تطلع عندي يا 25 يا اكتر لانها ناحيه واحده اهي، فطلع عندي بالظبط 25 اهي. تمام. هو ممكن كمان عشان مرن بيلبس طبعا اكتر. واحنا هنعمل الفستان واسع وهنعمل له ورا حزام عشان يلم برضو يبقى شكله حلو ويناسب برضو السن الكبير، والسن الصغير ما يبقاش واسع عليه، الحزام هيلم وهيبقى شكله ظريف جدا. هنشوف مع بعض هنعمله ازاي. احنا كده خلصنا يعتبر الصدر. هجيب ابره بقى مقاس اكبر، نمره او نمرتين يعني، بحيث يدي بقى وسع معايا في الغرز اللي جايه. هعملها بقى واسع عشان اوسع الفستان. هبتدي الاول ادخل من اي غرزه تحت الباط هنا، وهبتدي اعمل سطر عادي خالص من غير اي تزايد ولا اي حاجه. هرتفع 2 سلسله اهو، وهبتدي اعمل سطر عادي خالص من غير اي تزايد ومن غير اي حاجه. همشي الدور كله اعمده عاديه خالص. هنبتدي نعمل التوسيع بقى من السطر اللي بعده ان شاء الله. تمام كده. هنبتدي نعمل غرز سلاسل عاديه خالص، اعمده قصدي عاديه خالص في كل الدوران. هنا خلاص خلصت، وصلت لنهاية السطر وبقفل بمنزلقة. ببتدي بعد كده يا بنات بعد ما خلصت اسطر عواميد عادية، هبتدي اعمل بقى التزايد بتاعي. بطلع 3 سلسلة 1 2 3، وبعمل عمود في نفس المكان، وده بيعتبر حرف في. تمام. بنعمل عمود، الغرزة اللي بعدها 2، والغرزة الثالثة بنعمل حرف في، عبارة عن عمود وسلسلة وعمود اهو. ده التزايد بتاعي. همشي كده على طول، هعمل هنا عمود وهنا عمود، والغرزة اللي بعدها حرف في. يبقى انا بمشي عمودين حرف في، عمودين حرف في، بالشكل ده هخلص بقية السطر. بعد كده حبايبي هنعمل بقى اخر دور في اللون الاساسي الرمادي ده اللي هيدينا بقى وسع الفستان من تحت. تمام. احنا هنا اخر دور عملنا عمودين حرف في، عمودين حرف في، اللي هو التزايد بتاعنا. تمام. هنيجي مثلا هنا هندخل وليكن هنا، ونبتدي نعمل حرف في 3 سلسلة وعمود. تمام كده. طيب هفوت عمودين، بحيث بصي انا هشتغل ازاي عشان تبقي عارفه. هعمل حرف في هنا وحرف في جوه حرف الفي، يعني ما بين حرف الفي وحرف الفي في كمان حرف في عشان يدينا وسع الفستان. فاهماني ازاي؟ يعني هنا هسيب عمودين اهو وهنزل اعمل حرف في اهو بالشكل ده. هنا هسيب يعتبر عمودين وادخل بقى في حرف الفي واعمل حرف في كمان. كده انا عملت حرف في ما بين حرفين الفي، في حرف في هنا. فاهماني ازاي؟ اهو هسيب عمودين وهدخل هنا واعمل حرف في اهو. بعد كده هروح على حرف الفي واعمل جواه حرف في بالشكل ده. هيديني وسع للفستان اللي هبتدي بقى اشتغل عليه الشغل كله اهو. هكمل وارجع لك. هنا يا بنات خلاص خلصت الدور وهنهيه. بعمل منزلقة وبنهي الدور، وزي ما احنا شايفين ابتدى الفستان يوسع معايا اهو ويديني الكشكشة بتاعة الفستان. تمام كده. هبتدي بعد كده بقى ادخل اللون الجديد، وعلى طول هنشتغل بقى حرف في كل حرف في قابلني هشتغل حرف في. ليكي طبعا حرية الاختيار انك تختاري الالوان، يعني انا هنظمهم بنظام معين زي الصورة، وانتي تشتغلي بقى تقسمي الالوان زي ما انت عايزة
اهو عملنا اول حرف في اهو، بنروح مباشرة على الحرف الفي اللي بعده ونعمل حرف في تاني. اهو عمود سلسلة عمود، اهو حرف الفي اللي بعده ونعمل جواه حرف في. هنبتدي شغالين كده كل الادوار في جوه حرف الفي، هنعمل حرف في لحد الطول اللي انت عايزاه وبالترتيب الالوان اللي انت تحبيها. هخلص ونرجع نشوف مع بعض اخر سطر هنعمله ازاي، لان اخر سطر بس هو المختلف عشان فيه فستونات كده في الطرف. هخلص وارجع لكم باذن الله على خير. هنا يا حبايبي انا خلصت خلاص غرز حرف الفي ووصلت للطول اللي انا عايزاه. بعد كده هنبتدي نشوف بقى الاطراف هنشتغل فيها ازاي. باجي هنا على اول حرف في وبعمل 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5. عملت هنا في اول حرف في عندي 5 عمود بلفة. باجي الحرف الفي التاني وبعمل فيه حشو، واروح للحرف الفي اللي بعده واعمل فيه 5 عمود. خمسة واللي بعده حشو، وهمشي كده الدور كله بحيث يبقى عندي فستونات جميلة كده بتزين طرف الفستان. خلاص هنا وصلت لاخر غرزة وبقفل في اخر غرزة عملتها بمنزلقة اهو بالشكل ده، وبعمل سلسلة امان وبقص الشغل. وبعد كده بنضف طبعا الشغل ده كله، بنضف طبعا الخيوط دي كلها بعد كده في الاخر. طيب الخطوة اللي بعد كده هنيجي بقى عايزين نعمل هنا، هنركب هنا الركامة على الصدر عشان يبقى شكلها جميل. بجيب هنا معايا قطعة ركامة يعني حوالي نص متر كده، بقسمها على بعض كده، بحطها على بعض اهي بالشكل ده وبقسمها 2 اهو، قسمتها بالشكل ده. باجي بعد كده بحطها على طرف الفستان، وهاجي من هنا وهدبسها بالدبابيس كده علشان اعرف ان انا اخيطها. بدبسها كده اظبطها الاول بالدبابيس عشان تطلع مظبوطه معايا. بثبت الطرف من هنا وبثبت الطرف من هنا، بتنيه كده عشان ما يبانش الطرف بتاعه ويبقى شكله حلو اهو كده. وابتدي اعمل بقى كسر، اكسر كده واعمل بدبوس، اعمل كسره واعمل دبوس بحيث اظبطها وتبقى الكسر معايا قد بعض. فاهماني ازاي؟ اهو بالشكل ده كده هبتدي اكسرها واحط دبوس، اكسر واحط دبوس. هشوف بقى الكسر معايا تطلع قد ايه، هعملها واظبطها ونرجع نثبتها مع بعض. هي ظبطتها وبقت معايا الكسر مظبوطه قد بعض. هبتدي بالخيط والابره اثبت من اول هنا بغرز صغيره خالص كده، يا اما لو عندك مكنه طبعا افضل ان انت تثبتيها بغرز صغيره كده جنب بعض، صغيره خالص علشان الغرز ما تبانش وتبقى معايا شكلها حلو. هثبت كده بالخيط والابره، همشي كده وهثبت هنا وهثبت هنا، والجنب التاني هعمله نفس النظام. ركبناها وبقت بالشكل الجميل ده. طيب الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل ورود صغننه هنا، هنزين بيها 3 وردات هنا بس، هنزين بيها الجزء ده. فهنجيب الخيوط بتاعتنا، هنبتدي نعمل الورده. بنعمل العقده السحريه بتاعتنا، الدايره السحريه. بصي بجيبها كده حرف اكس كده واجيبها من ورا كده، بيبقى فتلتين على صباعي، بسحب اللي ورا دي كده وابتدي اشتغل فيها جواها بقى الشغل اللي هنشتغله. هنطلع الاول 2 سلسله ارتفاع، هلف الخيط وهدخل في الدايره، اسحب الخيط واطلع، هخليه على الابره مش هطلعه كمان لفه، يعني بعمل غرزه بف كده 2 3 4 5 اهو 5 لفات معايا. بلف الخيط على الابره كده وبسحبهم كلهم مع بعض وبعمل عليهم 3 سلسله، 1 2 3، وانزل في نفس الفراغ واعمل منزلقه. تاني هطلع 2 سلسله وانزل اعمل 5 بف، 1 2 3 4 5، باخد لفه واسحبهم كلهم مع بعض واقفل بسلسله واعمل كمان 2 سلسله، يعني بعمل 3 سلسله بعد البف، وانزل في الدايره واعمل
منزلقة. هكرر 5 بفات كده معايا بحيث يبقى معايا 5 ورقات. عملت خامس واحدة، بعمل 3 سلسلة بتوعي وبنزل اعمل منزلقة وبعمل سلسلة امان، وبعدين بشد بقى الخيط بتاعي، بشيل الابرة وبشد بقى بقفل الدايرة بتاعتي، بشدها جامد كده اهي، بقتش معايا شكلها جميل. وببتدي بربط بقى الفتلتين مع بعض اللي هي بتاعت البداية وبتاعت النهاية عشان ما يتفكوش مني. اعملها عقدتين كده جامدين اهو بالشكل ده، بقت معايا وردة جميلة. هبتدي هلزق بقى جواها كده فص لولي كده، يعني هعمل بمسدس الشمع اهو. هعمل كمان وردتين، هعمل كمان يبقوا 3 وردات كده، وفي كل واحدة هلزق فيها لولي. وهاجي بمسدس الشمع برضو هلزقها على الفستان هنا، يعني هوزعهم كده بحيث تدي شكل جمالي تزيين حلو. احط مثلا البيضة في النص والروز على الاطراف، دول هلزقهم بمسدس الشمع، وعايزه تخيطيهم خيطيهم، وفي وسط كل واحده بقى اللولايه بتاعتها كده، هيبقى شكلها ظريف. وزي ما انت شايفه كده. اخر حاجه بقى هنعملها، هنعمل حزام علشان نلم فيه الحزام من ورا ويبقى شكله جميل. هنا انا عملت الحزام اهو، مجرد سلسله عاديه خالص بلونين من الخيط، اي لونين ما عندك، او ال3 الوان بتوع الفستان اي حاجه. وهاجي من الظهر كده وهبتدي مثلا اشبك الطرف ده هنا، هدخلها كده من غرز اللي في الجناب، وهدخلها في غرزة من غرز اللي في النص، بوسع كده وادخلها، وهدخلها برضو نفس الحكاية في غرزة من الغرز اللي في الجناب دي اهو. بيتلم بقى الفستان من ورا كده، بيبقى شكله جميل جدا، وبيبقى على مقاس البيبي. اي مقاس يلبسها بيبقى مظبوط عليها بالحزام، بيتلم وبيبقى شكله حلو. بس كده الفستان معانا خلص. يا رب يكون عجبكم.